انما تعالى جمال انتصر للفقراء، السادات عملها سداح مداح، كل له عليه. مش عايزين بقى احنا نلبس ده، مش عايزين نسيء للناس عمال على بطال. النهارده في اليوم السابع مبارك غاضبا من التجاهل وبيقول هو انا كنت بحارب في بلد تانية. ده كلام مبارك في اليوم السابع. لكن تعالى النهارده، انا طبعا ضد برضو ان انا اهمش دور الرئيس حسني مبارك في مرحله مهمه. ما هو انت هتيجي تقول لاولادك ايه؟ هتيجي تقول لاولادك يعني الراجل المنشبه هو بتاع اليوم السابع انه غاضب وبيقول هو انا كنت بحارب في بلد تانية. هو انت هتيجي تقول لاولادك ايه؟ هتيجي تقول لهم حسني مبارك ده افسد الحياه السياسيه وجاب رجال الاعمال ركبهم على الغلابه في البلد. بالمناسبه هم رجال الاعمال لسه راكبين برضو على الغلابه في البلد لحد دلوقتي، يعني ما خرجوش، يعني ما زالوا قاعدين. يعني حتى المفاجاه الغريبه ان عمرو اديب خرج يعمل حمله يقول ان انا هخفض الاسعار من خلال الحمله 20%، وجاب واحد بيبيع لبن وواحد بيبيع كوسه وواحد بيبيع خيار وقدر ان هو يخفضها 20%. فوالله انا قلت لو قدر عمرو يحقق الانجاز ده على مستوى مصر احنا نمسكه رئيس الوزراء. لا اقصد رئيس الوزراء، ما تفهمونيش غلط. نمسكه رئيس الوزراء، لان رئيس الوزراء الراجل ما حققش الحته دي، انما حققها عمرو اديب. فطالما عمرو اديب حققها هو يمسك رئيس الوزراء وهو يشكل الحكومه او هو يبقى الحكومه. طالما الراجل ما شاء الله يعني بقوه السحر خفض لنا الاسعار 20%، اللي الدوله بتقول لنا انا مش قادره، واللي راس المال بيقول هي دي التكلفه الحقيقيه. طب طالما راس المال استجاب وخفض 20%، امال بتلبسونا احنا ليه؟ مفيش دولة تطلع تعمل زي فرنسا وتقول ان الحد الاقصى للربحية تبقى 20% وتشوف الانتاج بتاعه بيتكلف كام لو انت بتحترم شعبك وناسك. فانت النهارده مش هتيجي تقول لمبارك انت تاريخك كله اسود، لا طبعا ما ينفعش، حرام من باب الغبن والظلم. انما تقول له انك انت راجل شاركت بشيء عظيم في ملحمة التاريخ الحديث، في نصر اكتوبر العظيم، شاء من شاء وابى من ابى، وسيظل النصر العظيم، وسيظل يحمد لقواتنا المسلحه الباسله هذا الانتصار العظيم. بس في النهايه انت اخطات في 1 2 3. لما نيجي وقت الحساب نحاسبه في الغلط، انما لما نيجي وقت الانتصار وبنتكلم عن اكتوبر لازم نذكر هذا الرجل في الجزء اللي كان نجح فيه وادى فيه وابلى فيه بلاء حسن. ما ينفعش ان احنا كده نرمي على الناس عمال على بطال التراب. يعني طول ما احنا قاعدين يعني مش عاجبنا اي حد ومش عاجبنا كل حد، وكل حد اسود تماما، او اللي نحبه يبقى ابيض تماما، اللي نقلب عليه يبقى اسود تماما. اما تيجي تتكلم على حد تكون منصف، انت 1 2 3 كنت ايجابي و1 2 3 كنت سلبي، انما مش بالكليه سلبي ومش بالكليه ايجابي. ما تعملوش زي الست اللي تغضب من جوزها، وقت ما يحسن يبقى هو اعظم واحد في الدنيا، ووقت ما يبقى فيه اخفاقه يبقى هو ده ما ورنيش الا السواد والظلام والليله الطين والليله السوداء ويوم اسود يوم ما شفته. ما يبقاش زي الستات اللي بتقلب. عموما الراجل بيقول احكوا حكايه اكتوبر. كتب الدكتور محمد فتحي بصفحته على الفيسبوك كلاما مهما ارجو ان نقراه بعنايه. قبل حرب اكتوبر كان في مظاهرات بتطلع تشتم السادات وتقول حارب يا اخي خلي عندك دم، وتشتم هيكل اللي كان بيقول ان ما نقدرش نحارب وتقول له بطل يا خاين. قبل حرب اكتوبر كان في طلبه بيتجمعوا وينزلوا يطالبوا القياده بعبور القناه، دلوقتي بيتقبض عليهم. خلي بالك بقى من الضرب تحت الحزام، ده اسمه الضرب تحت الحزام. ده بقى الكاتب اللي شوف الشارع، قلت لكم معتز بالله عبد الفتاح كاتب جميل في هدوء وبالراحه وبدون تنطيط ولا تنطنه ولا تنظير ولا صراخ ولا عويل ولا لطم ولا اي حاجه. الراجل بيجيبها كده من تحت بس بالراحه بهدوء، على راي عمنا عماد الدين اديب. دلوقتي بيتقبض عليهم الشباب. يعني كان ما فيش سكر وكان ما فيش زيت وكانت الحياه الاقتصاديه صعبه. قبل حرب اكتوبر كان في روح تشاؤميه مفادها ان دي بلد فاسده وتستاهل اللي هي فيه، وان الجيش دول حراميه وراضيين بالوضع الراهن وهيسلموا لامريكا بعد ما السادات طرد الخبراء السوفيت. قبل حرب اكتوبر كان في ناس تجنيدها يخليها ما تنزلش اجازات طوارئ على طول، ما حدش يعرف عنهم حاجه. قبل حرب اكتوبر كان يقابلوا الجندي او الضابط وهو راجع بعد النكسه يقولوا له ازيك يا خيبتها،
ويشتموه وينكتوا عليه، لدرجه ان عبد الناصر طلب منهم يقللوا النكت دي شويه عشان الحاله المعنويه بتاعه الجنود والضباط اللي ما كانش في سوشيال ميديا ساعتها تعرفنا هم بيفكروا ازاي، وشايفين ازاي شتمتهم، بس الاكيد انهم ما قالوش دي بلد ما تستاهلش. شفت الروعه بقى اللي بيقف عندها الكاتب المحترم، شفت الجمال، بيقول لك رغم الاهانات اللي تعرض لها الجنود بس هم قالوا ما قالوش ابدا ان دي بلد ما تستاهلش. بس في كتاب عظيم صدر عن دار الكرامه لمذكرات جندي مصري على الجبهه قبل ما يستشهد، لازم تقرأوه، والحمد لله ان هو وغيره ما قالوش في مذكراتهم دول ناس ما تستحقش نحارب عشانها، لا كانوا مركزين في الحرب على انها طار وهيتاخد. قبل حرب اكتوبر كان لما يتقبض على طلبه من اللي بيطالبوا بالحرب تزيد كراهيتهم، كراهيه الشباب لنظام السادات باعتباره باع لليهود وبيسجن الوطنيين. بس كل شيء خلص تماما لما حرب اكتوبر قامت وانتصرنا وعبرنا. كل حاجة اتعرفت وتشاف الخداع، والكلام للكاتب، كل حاجة اتعرفت وتشاف الخداع الاستراتيجي اللي بقى يتحلف بيه في أماكن عسكرية كبيرة، وتعرف ان اي قيادة ما ينفعش تتحرك زي ما بيقول لها الناس، وإلا تبقى مش قيادة أصلا. لازم تخطيط ولازم إعداد، بس كمان عشان الكلام ما يتفهمش غلط ويتعمل إسقاط من البعض، القياده لازم تسمع. عايز يقول لك يعني ايه، ما حدش يجي يقول لك ايه ده معتز بالله عبد الفتاح بيحاول ان هو يتملق للنظام الحالي ويقول اصبروا عليه، ان لازم نتحمل عشان لازم نشوف هو يعمل ايه ونحكم على التجربه في الاخر. فعشان ما تفهموش ان انا بداهن او ان انا برمي في اتجاه معين، لا انا عايز اقول لكم ان برضو القياده لازم تسمع وتسمع وتسمع وتستجيب. هو بيكلم هنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيقول له اذا كنا بنقول للناس ان لازم تصبر وان لازم تحكم على التجربه في النهايه وان لازم تخطيط، فاحنا برضو بنقول للقياده ان لازم تسمع وتسمع وتسمع وتستجيب لطموحات الناس اللي بتقودها وتفهم الناس دي ايه اللي بيحصل ولو بعد حين. المهم قال لك ان حرب اكتوبر خلصت، بس عمر دروسها ما خلصت، وعمري ما حسيت اننا استفدنا من الدروس دي. بس ده مش موضوعي دلوقتي. انا هقول لكم على كلام بيتقال كل سنة وما بيتعملش. هقول لكم على صورة الجندي الامريكي والمقاتل الامريكي اللي بتلف العالم كله، بينما احنا اختصرنا الجندي المصري في محمود ياسين اللي هو اكتر واحد حارب في اكتوبر، ربنا يديله الصحة. مفيش قصة اتكررت على طلبة اعدادي او ثانوي من ملف حرب اكتوبر. مفيش تكريم حقيقي حصل خلال اخر 10 سنين مثلا لابطال اكتوبر اللي على قيد الحياة والتركيز يبقى على الناس اللي بقت قادة وكملت في الجيش بعد كده زي المشير طنطاوي. يا جماعة طالب الجامعة او طلاب الجامعة عموما ما يعرفوش مين هو الجمصي ولا المشير احمد اسماعيل ولا مين كان قائد المدفعية ولا ايه اي حاجة. يا جماعة اكتوبر في المناهج الدراسية صفحتين 3، وكل سنة بيتجدد الجدل من بره حوالين احنا انتصرنا اصلا ولا ما انتصرناش، بينما احنا بنعملها مناسبة في السنة نتكلم فيها يوم ونذيع كام فيلم مقررين ومكررين وخطاب رئيسي واوبريت في الغالب بيمجد في الرئيس ثم لا شيء جديد. شيء جميل قوي، شيء جميل. يعني الراجل ألمح الى شيء مهم قوي، قال احنا بلد كل شغلتنا ان احنا يعني في السنة دي نفتكر وخلاص وبعد كده ننسى. وبيقول لنا يا جماعة بهدوء شديد خالص، احنا عايزين نفكر ولادنا ونعلم ولادنا ونقول لولادنا ان ابائكم واجدادكم كانوا رجالة. يا جماعة البنطلون الساقط، العيال الشباب بقوا كلهم لابسين بنطلون ساقط ومقطع من قدام، الشباب والشابات. البنطلون الساقط اللي متقطع من قدام ده هيخلف ايه؟ يعني انت تفتكر يعني انت تتصور اللي لابس بنطلون ساقط ده ومقطعه من قدامه ومن ورا، تفتكر ده يعني ده هيبقى تفكيره ازاي؟ انت هتبني جواه ايه؟ حد هيقول لي طب ليه هم وصلوا كده؟ هقول لك عشان انت ما عملتلوش مجتمع القدوه، ما خلقتلوش قدوه. انت كل شيء حواليه اسقطته، كل حد بتسقطه، اي رمز بتوقعه،
اي حد الناس بتشاور عليه بتروح حاطط عليه التراب. اي حد الناس بتحترمه بتحاول تدور له على العوار اللي فيه وتطلعه له في الاعلام. بتسفه من كل شيء واي شيء، بتقلل من قيمه اي حاجه في البلد دي. اعلام طالع وصحفيين او بعض الاعلاميين خارجين يهينوا ويهيلوا التراب على اكتوبر وعلى هذا النموذج العظيم اللي ما زلنا بنتمسك وبنتمسح بيه لحد دلوقتي. ليه ما تعرفش؟ ليه ما انتش فاهم؟ فخلاص الاولاد ما لقيوش مجتمع القدوه داخل وطنهم، فبداوا يبصوا بره. ايه اللي بره؟ خلاص هو البنطلون الساقط والمتقطع من قدامه ومن ورا، هاتوه البس عبي. فالواد يتعبى جوه البنطلون وعايش حياته جواه، وهو بقى زي البنطلون فاضي ومتقطع من ورا ومن قدام برضه. على المستوى الشخصي شخصيته من جوه بايظه ومهلهله ومتدمره، واحنا بنضحك على نفسنا وبنقول ولادنا فاهمين كل حاجه وعبقره ومش وما هماش بتوع الفيس ولا مش عارف ايه، وحرروا وعملوا وسووا وودوا وجابوا وثوره وبتنجال، وعمالين نضحك على بعضنا ومتصورين ان في بناء المشروعات والاقتصاد هو الحل. الحل انك تبني الانسان الاول، الانسان المخوخ ده اللي ضايع واللي سقط واللي بقى يعني بيتوجه تحت اي كلمه ولاي كلمه، واللي انت بقى بتلعب بيه وتستطيع انك انت تقود يعني تولع النار في لحظه من اللحظات تحت اي شيء، اما العصبيه القبليه واما الطائفيه واما اي حاجه ممكن هوب تروح مولعها. ليه؟ لانك انت ما بنيتش انسان صحيح، بنيت انسان تافه من الاخر يعني. وطبعا ده مش اسقاط على المجموع العام، في ناس افاضل وناس متميزين وشباب زي الورد وشباب مخلصين وبيحبوا البلد، انما انا بتكلم في سكه البعض، والبعض بيسيء للمجموع وانا محتاج الكل. بيقول لك يا جماعه اكتوبر في المناهج الدراسيه صفحتين، وبعدين قال يا جماعه بانوراما حرب اكتوبر اتهجرت ومحدش بيروحها، بينما فرض عين تاخد ولادك وتفرجوا يمجد في الرئيس ثم لا شيء جديد. شيء جميل قوي، شيء جميل. يعني الراجل ألمح الى شيء مهم قوي، قال احنا بلد كل شغلتنا ان احنا يعني في السنه دي نفتكر وخلاص وبعد كده ننسى. وبيقول لنا يا جماعه بهدوء شديد خالص، احنا عايزين نفكر ولادنا ونعلم ولادنا ونقول لولادنا ان ابائكم واجدادكم كانوا رجاله. يا جماعه البنطلون الساقط، العيال الشباب بقوا كلهم لابسين بنطلون ساقط ومقطع من قدام، الشباب والشابات. البنطلون الساقط اللي متقطع من قدام ده هيخلف ايه؟ يعني انت تفتكر يعني انت تتصور اللي لابس بنطلون ساقط ده ومقطعه من قدام ومن ورا، تفتكر ده يعني ده هيبقى تفكيره ازاي؟ انت هتبني جواه ايه؟ حد هيقول لي طب ليه هم وصلوا كده؟ هقول لك عشان انت ما عملتلوش مجتمع القدوه، ما خلقتلوش قدوه. انت كل شيء حواليه اسقطته، كل حد بتسقطه، اي رمز بتوقعه، اي حد الناس بتشاور عليه بتروح حاطط عليه التراب، اي حد الناس بتحترمه بتحاول تدور له على العوار اللي فيه وتطلعه له في الاعلام. بتسفه من كل شيء واي شيء، بتقلل من قيمه اي حاجه في البلد دي. اعلام طالع وصحفيين او بعض الاعلاميين خارجين يهينوا ويهيلوا التراب على اكتوبر وعلى هذا النموذج العظيم اللي ما زلنا بنتمسك وبنتمسح بيه لحد دلوقتي. ليه ما تعرفش؟ ليه ما انتش فاهم؟ فخلاص الاولاد ما لقيوش مجتمع القدوه داخل وطنهم، فبداوا يبصوا بره. ايه اللي بره؟ خلاص هو البنطلون الساقط والمتقطع من قدامه ومن ورا، هاتوه البس عبي. فالواد يتعبى جوه البنطلون وعايش حياته جواه، وهو بقى زي البنطلون فاضي ومتقطع من ورا كان ما فيش سكر وكان ما فيش زيت، وكانت الحياه الاقتصاديه صعبه. قبل حرب اكتوبر كان في روح تشاؤميه مفادها ان دي بلد فاسده وتستاهل اللي هي فيه، وان الجيش دول حراميه وراضيين بالوضع الراهن،
وهيسلموا لامريكا بعد ما السادات طرد الخبراء السوفيت. قبل حرب اكتوبر كان في ناس تجنيدها يخليها ما تنزلش اجازات طوارئ على طول، ما حدش يعرف عنهم حاجه. قبل حرب اكتوبر كان يقابلوا الجندي او الضابط وهو راجع بعد النكسه، يقولوا له ازيك يا خيبتها، ويشتموه وينكتوا عليه، لدرجه ان عبد الناصر طلب منهم يقللوا النكت دي شويه عشان الحاله المعنويه بتاعه الجنود والضباط اللي ما كانش في سوشيال ميديا ساعتها تعرفنا هم بيفكروا ازاي وشايفين ازاي شتمتهم. بس الاكيد انهم ما قالوش دي بلد ما تستاهلش. شفت الروعه بقى اللي بيقف عندها الكاتب المحترم، شفت الجمال، بيقول لك رغم الاهانات اللي تعرض لها الجنود بس هم قالوا ما قالوش ابدا ان دي بلد ما تستاهلش. بس في كتاب عظيم صدر عن دار الكرامه لمذكرات جندي مصري على الجبهه قبل ما يستشهد، لازم تقرأوه. والحمد لله ان هو وغيره ما قالوش في مذكراتهم دول ناس ما تستحقش نحارب عشانها، لا كانوا مركزين في الحرب على انها طار وهيتاخد. قبل حرب اكتوبر كان لما يتقبض على طلبه من اللي بيطالبوا بالحرب تزيد كراهيتهم، كراهيه الشباب لنظام السادات باعتباره باع لليهود وبيسجن الوطنيين. بس كل شيء خلص تماما لما حرب اكتوبر قامت وانتصرنا وعبرنا. كل حاجه اتعرفت وتشاف الخداع، والكلام للكاتب، كل حاجه اتعرفت وتشاف الخداع الاستراتيجي اللي بقى يتحلف بيه في اماكن عسكريه كبيره، وتعرف ان اي قياده ما ينفعش تتحرك زي ما بيقول لها الناس، والا تبقى مش قياده اصلا. لازم تخطيط ولازم اعداد، بس كمان عشان الكلام ما يتفهمش غلط. انما تعالى جمال انتصر للفقراء، السادات عملها سداح مداح، كله له عليه. مش عايزين بقى احنا نلبس ده، مش عايزين نسيء للناس عمال على بطال. النهارده في اليوم السابع مبارك غاضبا من التجاهل وبيقول هو انا كنت بحارب في بلد تانية. ده كلام مبارك في اليوم السابع. لكن تعالى النهارده، انا طبعا ضد برضو ان انا اهمش دور الرئيس حسني مبارك في مرحله مهمه. ما هو انت هتيجي تقول لاولادك ايه؟ هتيجي تقول لاولادك يعني الراجل المنشط هو بتاع اليوم السابع انه غاضب وبيقول هو انا كنت بحارب في بلد تانية. هو انت هتيجي تقول لاولادك ايه؟ هتيجي تقول لهم حسني مبارك ده افسد الحياه السياسيه وجاب رجال الاعمال ركبهم على الغلابه في البلد. بالمناسبه هم رجال الاعمال لسه راكبين برضو على الغلابه في البلد لحد دلوقتي، يعني ما خرجوش، يعني ما زالوا قاعدين. يعني حتى المفاجاه الغريبه ان عمرو اديب خرج يعمل حمله يقول ان انا هخفض الاسعار من خلال الحمله 20%، وجاب واحد بيبيع لبن وواحد بيبيع كوسه وواحد بيبيع خيار وقدر ان هو يخفضها 20%. فوالله انا قلت لو قدر عمرو يحقق الانجاز ده على مستوى مصر احنا نمسكه رئيس الوزراء. لا اقصد رئيس الوزراء، ما تفهمونيش غلط، نمسكه رئيس الوزراء، لان رئيس الوزراء الراجل ما حققش الحته دي، انما حققها عمرو اديب. فطالما عمرو اديب حققها هو يمسك رئيس الوزراء وهو يشكل الحكومه او هو يبقى الحكومه. طالما الراجل ما شاء الله يعني بقوه السحر خفض لنا الاسعار 20%، اللي الدوله بتقول لنا انا مش قادره، واللي راس المال بيقول هي دي التكلفه الحقيقيه. طب طالما راس المال استجاب وخفض 20%، امال بتلبسونا احنا ليه؟ مفيش دولة تطلع تعمل زي فرنسا وتقول ان الحد الاقصى للربحية تبقى 20% وتشوف الانتاج بتاعه بيتكلف كام لو انت بتحترم شعبك وناسك. فانت النهارده مش هتيجي تقول لمبارك انت تاريخك كله اسود، لا طبعا ما ينفعش، حرام، من باب الغبن والظلم ويتعمل اسقاط من البعض. القيادة لازم تسمع. عايز يقول لك يعني ايه؟ ما حدش يجي يقول لك ايه ده معتز بالعبد الفتاح بيحاول ان هو يتملق للنظام الحالي ويقول اصبروا عليه، ان لازم نتحمل عشان لازم نشوف هو يعمل ايه ونحكم على التجربه في الاخر. فعشان ما تفهموش ان انا بداهن او ان انا برمي في اتجاه معين، لا انا عايز اقول لكم ان برضو القياده لازم تسمع وتسمع وتسمع وتستجيب. هو بيكلم هنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول له اذا كنا بنقول للناس ان لازم تصبر وان لازم تحكم على التجربه في النهايه وان لازم تخطيط، فاحنا برضو بنقول للقيادة ان لازم تسمع وتسمع وتسمع وتستجيب لطموحات الناس اللي بتقودها وتفهم الناس دي ايه اللي بيحصل ولو بعد حين. المهم قال لك ان حرب اكتوبر خلصت
بس عمر دروسها ما خلصت، وعمري ما حسيت اننا استفدنا من الدروس دي. بس ده مش موضوعي دلوقتي. انا هقول لكم على كلام بيتقال كل سنة وما بيتعملش. هقول لكم على صورة الجندي الامريكي والمقاتل الامريكي اللي بتلف العالم كله، بينما احنا اختصرنا الجندي المصري في محمود ياسين اللي هو اكتر واحد حارب في اكتوبر، ربنا يديله الصحة. مفيش قصة اتكررت على طلبة اعدادي او ثانوي من ملف حرب اكتوبر. مفيش تكريم حقيقي حصل خلال اخر 10 سنين مثلا لابطال اكتوبر اللي على قيد الحياة والتركيز، يبقى على الناس اللي بقت قادة وكملت في الجيش بعد كده زي المشير طنطاوي. يا جماعة طالب الجامعة او طلاب الجامعة عموما ما يعرفوش مين هو الجمصي ولا المشير احمد اسماعيل ولا مين كان قائد المدفعية ولا ايه اي حاجة. يا جماعة اكتوبر في المناهج الدراسية صفحتين 3، وكل سنة بيتجدد الجدل من بره حوالين احنا انتصرنا اصلا ولا ما انتصرناش، بينما احنا بنعملها مناسبة في السنة نتكلم فيها يوم ونذيع كام فيلم مكررين ومكررين وخطاب رئيسي واوبريت في الغالب. انما تقول له انك انت راجل شاركت بشيء عظيم في ملحمة التاريخ الحديث، في نصر اكتوبر العظيم، شاء من شاء وابى من ابى، وسيظل النصر العظيم، وسيظل يحمد لقواتنا المسلحة الباسلة هذا الانتصار العظيم. بس في النهاية انت اخطأت في 1 2 3. لما نيجي وقت الحساب نحاسبه في الغلط، انما لما نيجي وقت الانتصار وبنتكلم عن اكتوبر لازم نذكر هذا الرجل في الجزء اللي كان نجح فيه وادى فيه وقابل فيه بلاء حسن. ما ينفعش ان احنا كده نرمي على الناس عمال على بطال التراب، يعني طول ما احنا قاعدين يعني مش عاجبنا اي حد ومش عاجبنا كل حد، وكل حد اسود تماما، او اللي نحبه يبقى ابيض تماما، اللي نقلب عليه يبقى اسود تماما. اما تيجي تتكلم على حد تكون منصف، انت 1 2 3 كنت ايجابي و1 2 3 كنت سلبي، انما مش بالكليه سلبي ومش بالكليه ايجابي. ما تعملوش زي الست اللي تغضب من جوزها، وقت ما يحسن يبقى هو اعظم واحد في الدنيا، ووقت ما يبقى فيه اخفاقه يبقى هو ده ما ورنيش الا السواد والظلام والليله الطين والليله السوداء ويوم اسود يوم ما شفته. ما يبقاش زي الستات اللي بتقلب. عموما الراجل بيقول احكوا حكايه اكتوبر. كتب الدكتور محمد فتحي بصفحته على الفيسبوك كلاما مهما ارجو ان نقراه بعنايه. قبل حرب اكتوبر كان في مظاهرات بتطلع تشتم السادات وتقول حارب يا اخي خلي عندك دم، وتشتم هيكل اللي كان بيقول ان ما نقدرش نحارب وتقول له بطل يا خاين. قبل حرب اكتوبر كان في طلبه بيتجمعوا وينزلوا يطالبوا القياده بعبور القناه، دلوقتي بيتقبض عليهم. خلي بالك بقى من الضرب تحت الحزام، ده اسمه الضرب تحت الحزام. ده بقى الكاتب اللي شوف الشارع، قلت لكم معتز بن عبد الفتاح كاتب جميل في هدوء وبالراحه وبدون تنطيط ولا تنطنه ولا تنظير ولا صراخ ولا عويل ولا لطم ولا اي حاجه. الراجل بيجيبها كده من تحت بس بالراحه بهدوء، على راي عمنا عماد الدين اديب. دلوقتي بيتقبض عليهم الشباب يعني